بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الحب، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. قبل ما نبدأ الفيديو، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. معاكم يوم جديد من أيام خدوجة، وتعالوا نشوف هنعمله ايه النهارده. الاكله دي بقى كانت زينب هي اللي نفسها فيها، يعني من زمان ما خبزناش، ما عملتش معاكم اي حاجه من المخبوزات ولا المعجنات ولا الحاجات دي. فقالت لي انا بصراحه يعني نفسي فيها، يعني اكلها من ايد حد من البيت، تكون حاجه بيتي، مش عايزه حاجه، يعني مش عايزاها تتخبز في الفرن. قلت لها بس كده، وبعدين انت جايه تحققي احلامك في بيتك هنا زينبو. قالت لي اخص عليكي يا خدوجه، كان العشم فيكي غير كده. قعدت اهزر معايا. ساعات انا بحب انكشها كده. قلت لها انت عارفه ان طلباتك اوامر، طبعا بحب اعمل اي حاجه عشان ترضيها يعني اي حاجه اعملها لها عشان تبقى مبسوطه، او اي حاجه نفسها فيها اعملها لها. فروحت، كان عندي بصراحه الحاجه بتاعتها كلها كانت مستاهله ايه يعني، بس بعد اشتريت بس هو الصدق والطماطم والفلفل والحاجات دي. قلت هعمل سندوتشات بقى صدق، بس بطريقه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. فقلت لها طلباتك اوامر يا زينب، وانتي بس قشري كده واحنا ناكل. قعدنا نضحكوا وكده. فالمهم هي كانت قايمه تعبانه اليوم ده، كان ضغطها عالي جدا. فيا دوبك فترت واخدت علاجها وكده ودخلت نامت. فانا بقى قعدت مع نفسي، رحت حطيت الحاجه كلها كده في الاوضه عشان ابقى واخده راحتي بقى في العجن واصور لكم الحاجه تطلع مظبوطه بقى، نبعد عن اوضه الطبيخ شويه. جالي اكتئاب بصراحه، اوضه الطبيخ ضيقه والتصوير فيها بيخنقني جدا جدا، على بال ما بعمل الحاجه وانقل الكاميرا من هنا لهنا وتقع وتتكسر. بعدين دلوقتي هتحصل زقزوق، هيعمل كارثه، هتشوفوا دلوقتي هيعمل ايه. ما رضيتش احذفها. فهي دي الكواليس بقى. المفروض كنت احذفها، سبتها لكم بكواليسها. سبت الحلقه بكواليسها. انا جبت كيلو دقيق وسبت منه شويه صغيرين، يعني بصوا ما اضمنش العجينه تطلع عايزه ميه، عايزه شويه دقيق، بسيب حبه صغننين من الكيلو للظروف. وحطيت على مقدار كوبايه لبن، على يعني كوبايه لبن على كوبايه ميه، وخليتهم لوحدهم دافيين، وحطيت معاهم الخميره ورشه ملح ومعلقتين كبار سكر. وحطيت كل ده على بعض واديتها عجنه حلوه بقى. تفضلي تعجني تعجني لحد ما تلاقي العجينه طلعت من البوله اللي انت بتعجني فيها. طول ما العجينه لازقه في البوله، اعرفي ان هي عايزه خدمه وعايزه عجن، لسه عايزه عجنه. فانا خدمتها جامد قوي في العجن لحد ما العجينه طلعت خالص من البوله. عرفت ان هي كده خلاص استكفت عجن، ولازم تبقى ملزقه. دي اهم حاجه. اهم ما في الموضوع ان لازم العجينه تبقى، لو مخبوزات او معجنات او حاجات زي كده، لازم تبقى ملزقه شويه، ما تخليهاش مكتومه. لو فضلتي تديها في دقيق لحد ما مثلا سابت من ايدك ولا كده، هتطلع منك ملكومه وهتبقى مكتومه خالص. لكن بقى بالطريقه اللي انا يعني عملتها دي، هتشوفوا في الاخر طلعت هشه جدا، عامله زي القطن. هنا كانت زينب بعمل لها كوبايه عناب، انا ما غليتها لهاش، انا بس عشان كان في التلاجة كان ساقع عليها، يا دوبك دفتها لها كده بسيط، لان المغلي بيعلي الضغط احنا عارفين، والمنقوع منه بيوطي الضغط. فانا ده نقعاه وحطاه في التلاجة عشان ما يخسرش. وطلعت لها كوبايه، هي بردتها لها واديتها لها تشربها. بس خلصتها طبعا وسبتها تخمر على بال ما اشوف البيت فيه ايه. وغسلت حبه المواعين مطرح العجين والكلام دوت. وزيت الزرعتين بتوعي، العصافير اكلت الحلبه ايه. كانت مفرعه ومزرعه وكانت جميله جدا. العصافير شطبوا عليها، قلت يلا صحه وعافيه. فرحت ساقيه الزرعتين بتوعي، وعايزه ان شاء الله هجيب عليهم تاني باذن الله، بس في الطلعه الجايه ان شاء الله، في التوظيف الجاي. ان انا ان شاء الله ناويه هعمل حاجات حلوه في البلكونه يعني هعمل شويه تغييرات كده، بس اصبروا عليا، بس ادوني مهله كده شويه، ربنا يسهل. طبعا انا طول ما قلت لكم، طول ما هي زينب هنا مش عايزه قلبان دماغ، ومش عايزه الحوسه اللي انا بعملها وكده. فانا يا دوبك بستكفي بعملي الاكل وكده. وقالت لي لما امشي ان شاء الله اعملي اللي انت عايزه تعمليه. فهي خلاص يعني الاولاد جم من البطوله، اولاد اخت جوزي، وهترجع تاني. طبعا احنا حزنانين والله، شفنا يومين مع زينب هنا كانوا جمال جدا جدا،
يعني حاسه التصوير فيه بهجه كده وهي في وسطنا ومنوره بيتها وكده والله، وحاسه الناس فرحانه برضو ان هي معانا. عقبال العبوره ما ترد عليا يا رب، ربنا يشفيها. اخر تعليق منها كانت قالت لي ادعي لي يا خدوجه، انا تعبانه جدا، انا من ساعتها والله العظيم ثلاثه قلبي مش شحتف عليها زي ما اكون من دمي ومن لحمي. و يعني عندي اكتئاب من كتر ما انا عم بفكر فيها وخايفه، يعني لا قدر الله بعد الشر مش عارفه فيها ايه، وربنا يعفي عنها ويا رب ترد عليا. يعني انا لما بتعود على بني ادم وبحبه من قلبي بيبقى صعب قوي ان هو يعني ما اشوفوش قدام عيني، اشوف كلمه منه ولا كده ولا ما ردتش عليا، فده قلقني جدا جدا عليها. ارجو منكم ادعوا لها. الفيديو اللي فات قلت لكم يا جماعه ادعوا لها، بالله عليكم مش لازم تكتبوا ان انتم بتدعوا لها، ادعوا لها في صلاتكم كده ان ربنا يا رب يعفو عنها ويا رب يكون بخير. ف وصلنا لحد هنا، كانت خلاص الخميرة خمرت، العجينة خمرت علي في عبورة، معلش سامحوني. وابتديت بقى خلاص يعني قسمتها. كانت العجينة بصراحة كانت هشة جدا، وانا تهد حيلي من اللي كل شوية اقوم وقعد بصوا تهد حيلي اظبط الكاميرا شوية واروح اولع الفرن شوية. كان جوزي بصراحة اخد مني قال لي انا يعني ما تقوميش كتير، انا هاخد منك وهخبز. انا رحت ادور على النشابة. فطبعا عشان تجيبي كل حاجة بتشتغلي بيها، تجيبيها من اوضه الطبيخ وتحطيها هنا عشان تشتغلي في حتة تانية، وتلاقي نفسك بعد ما قعدتي واشتغلتي نسيتي حاجة تقومي تدوري عليها، لان مفيش حد بيعرف يدور غيرك طبعا. فانا اتهد حيلي اليوم ده، بس مش في العمايل، انا في القوم والقعاد كل شوية قوم وقعد غير الخبيث طبعا. كل شوية انا اروح ابص على اللي في الفرن و فتعبت اليوم ده بس في القوم والقعاد. انا عندي اشتغل في كل حاجة وانا واقفة، اخلص الاكله من اول لاخرها وانا واقفه ولا انيش اقعد كده وافضل قايمه قاعده، ده هدت حلو لوحده. فانا كنت الحشوه بقى بتاعت العيش هنا كنت مقطعه طماطم وفلفل رومي، وعشان ما تبقاش الطماطم مسخه كده حطيت عليها ملح وفلفل اسود، طعمتها بس كده، وقطعت الصدوق حتت صغنونه. عايزه اقول لكم كيلو دقيق عمل لي ما شاء الله، عمل لي كميه وفيره وعمل لي كميه كبيره، اكلنا وشبعنا، واللي فضل اتعشينا منه. كان كل لما قعد بصراحه كان طعمه كان جميل جدا. فانا هنا مرضتش اعمله يعني رغيف كده بحاله، حبيت اعمله انصص، احنا بنحبوه حتى لما بنعملوه في الفرن بره يعني بنقول له خليه انصص احسن. كل واحد ياخد نص كده، بيبقى بدل ما نقطعه على 3/4 او كده، فالانسس بتبقى جميلة بصراحة. فرصيت الصدوق، هو الصدوق كان شوية صغننين بس والله كان فيه البركة الحمد لله، يعني قضى الكمية اللي انا عاملاها. وقفلنا العيش هنا حلو قوي، تحاولي تقفليه حلو عشان خاطر ما يطلعش منك عارفه جوزي هنا كان بينادي عليا، كنت بقول لي بقول له نسيت. جبت الصواني بقى هنا ورحت حطيت فيها حبة زيت بس عشان العيش ما يلزقش مني. وكان عندهم فرح طبعا العيال، اي عجين قدامهم بيبقى عندهم فرح، يعني ابوهم حيشهم بالعافية ان هم يجوا يلغوصوا في العجين، انا اديتهم حتة وقلت لهم ابعدوا بعيد عني. فضلوا يشيلوا الكرسي ويحطوه، عايزين يبصوا من الكرسي، راح شخطت فيهم انا، خليتهم جابوا لي الكرسي في الاوضه انا، عشان انا تعبت من كتر المناهده، كل شويه نزلوا اخوكم طلعوا ادخلوا انتوا كمان جوه. فقلت لهم خلي الكرسي قدامي اهوت محدش يطلعه تاني. كان عندي حبه البركه بقى وشويه سمسم كده وبحط السمسم اهو من الكيس، مش هحط حبه في طبق مثلا لا بقيت ارشه من الكيس وخلاص. وهنا عشان فوق الوش هنا المفروض كنت عملت بيضة بصراحة يعني، بس ما كانش عندي بيض هنا، ما كانش فيه بيض. والمفروض برضو تتحط في لبن، كانوا اخر حبة لبن زودتهم مية وعجنت بيهم، يعني بص بنتصرفوا. رحت حطيت حبة نسكافيه في شوية مية دافيين وقلبتهم، ورحت دهنة بيهم الوش. اقسم بالله عطى لون ولمعة، كان تحفة بصراحة، كان جميل جدا.
انا عشان بس كمان الوش العيش يتحمر ويلزق فيه السمسم وحبة البركة طبعا. والسمسم وحبة البركة عاطشين طعم، مش كشكل بس، لا كانوا عاطشين طعم. السندوتش كان تحفة. كان الكيس فيه خرم كده، بقيت هنزل منه خلاص. بنسيبوهم طبعا يعني يخمروا تاني. بنسيبوا العجينة هنا تخمر مرتين. وانا زقزوقة ما كانش لسه عمل الكارثة وهو معدي. مرضتش بقى صحي حماتي هنا، قلت اسيبها تنام براحتها. فاحنا خلصنا بقى السندوتشات هنا، وعايزه اقول لكم احنا بنحضروا الرحله، احنا وجيران حماتي هنا، ومش الجيران بس، وجيران الجيران. وهتشوفوا كميه ناس ما شاء الله طالعه الرحله دي ما شاء الله يعني. فقالوا كل واحد يعمل شوفوا الاكله اللي عايزها يعملها في بيته، وفي الاخر كله ياكل مع بعضيه. فانا عن نفسي انا هعمل لهم بيتزا هنا. انا حضرت حاجات، قمت الصبح يعني جبت الحاجه بتاعتها، وهقوم دلوقتي ان شاء الله هخبزها. والله انا بحب الخبيز جدا، بس انا يعني اللي بيخليني ما اكترش من الحاجات دي حساسيه القمح اللي عندي دي، عاملاني مشكله. انا يوم ما بعمل حاجه زي كده وباكل منها، اجركم الله يعني على اللي بيجرالي. فانا مش قادره بصراحه اوقف حاجات زي كده. انا يعني روحي في المكرونات والمخبوزات والحلويات، بس طبعا يعني مش باكل زي البني ادم الطبيعي اهو، بدوق من نفسي يعني. بدل ما باكل رغيف، بصوا اللي حصل. شفتوا زقزوق عمل ايه؟ شفتوا اهو بيحصل كوارث من دي، انا ما برضاش امسحها. هو ده ما ورا الكواليس ده. طير لي الكاميرا بالحامل بتاعها وهو معدي بالكرسي، طير الدنيا، ولا وعدى ولا هو هنا ولا كأنه عمل حاجة. فانا بحب اشتغل بايدي كده في المعجنات والحاجات دي بحبها جدا جدا، بس للاسف يعني ايه، يعني بحب اعملها وبتحرم اكل منها. يعني بتحرم اكل براحتي، زي مثلا ما بتكوني جعانه بقى، ده ممكن الواحد ياكل رغيف واتنين والكلام ده، لا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. يعني حتى لو عامله لهم مكرونه او كده، لازم اعمل جنبيها حاجه اغمس عيش الاول عشان يبقى اضرار الجلوتين يعني يقل شويه، ولازم طبق سلطه كبير عشان خاطر ما تأذاش. فاكل السلطه واغمس عيش الاول، بعد كده بقى ايه يعني، ها من نفسي اكني اكلت بقى يعني ايه. معلقتين كده، ايه، النفس اماره بالسوء. تنشي الحاجه المفروض ما تدوقهاش، بس غصب عنك بقى. هنا بصراحة جوزي الله يكرمه رحمني من الخبيث بقى، هو يا عيني ياخد مني ويطلع الحاجة اللي مثلا خلاص خلصت من تحت اتحمرت، يطلعها فوق على الشواية شوية، وفي الآخر يقول لي مثلا ايه تعالي بصي البصة الأخيرة. كانوا آخر اتنين دول خلاص الحمد لله خلصنا. كانت قرفتهم خفيفة الحمد لله، والله خلصوا بسرعة. وعشنا يوم فلاحي كده مع بعضينا، محلاها عيش الفلاحة فعلا، اقسم بالله جميلة جدا. انا نفسي كده اروح مكان ارياف واقعد فيه كام يوم كده، الواحد يهدي اعصابه. بس مش عارفة اروح عند مين يا جماعة، ولا لو حد يعرف حد عنده ارياف يا جماعة يبقوا اعزموني يومين. صاحبة قناة اسمها عالم مريم. اللي عملت فيا مقلب في الوقفة، كانت موجودة معانا، دي صاحبتي وحبيبتي. فما كانت معزومة معانا يوميها وكده، عملت فيا مقلب جامد قوي، يا ريت تبقوا روحوا لها. فدي اهلها من الارياف وكده، فقالت لي والله هنشوفوا يوم وانا وانتي ان شاء الله كده، نشوفوا اكل حلو كده نعملوها هناك،
ونصوره يوم من اوله لاخره. قلت لها يا ريت والله انا نفسي جدا في يوم زي كده، حاسه ان هو هيبقى ممتع جدا، لان انا فيديوهات الارياف والفلاحه والحاجات دي بحب اتفرج عليها جدا. فانا نفسي انا فعلا اكون جوه الفيديو ذات نفسه بقى، انا نفسي اعمل حاجه زي كده. وده كان الشكل النهائي. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه اي حاجه، ويا ريت دعوه منكم حلوه كده بتفرحني، كلامكم الجميل دوت ما تحرمش منكم ابدا. يا رب دمتم في حياتي نعمه، ما تحرمش منكم ابدا، ويا رب كده رد كل غايب لاهله سالم غانم، وربنا يكفيكوا شر اي حاجه وحشه، ويا رب يا عبوره تكوني بخير وسلام، وتردي على اي تعليق كتبتهولك انا مش عارفه اوصلك. فربنا يطمني عليك يا رب، وما تحرمش منكم كلكم اعز اخوات واصحاب. دمتم في حياتي نعمه يا رب. ومتنسونيش يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه، ويا ريت تتابعوني على بقيه حساباتي يوميات خدوجه، انا بسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هنا كنا خلصنا خلاص، خبزنا كل الكميه اللي عندنا، كان لسه في الفرن تاني، يعني هو كيلو ما شاء الله عمل لي كميه وفيره جدا. وكان فيه بركه ما شاء الله. وزينب اكلت واتبسطت الحمد لله، وقالت لي سلم ايدك يا خدوجه، طلع طعمه تحفه. والسلام عليكم ورحمه